لو ما خدتش الكيماوي او ما عملتش العمليه، او يعني هو الواحد طبعا بيحاول ياخد اقل قدر ممكن من العلاج او اقل قدر ممكن من الاجراءات عشان يقلل الاثار الجانبيه، ويقلل طبعا الامباكت او الاثار اللي بتقع عليه. فعشان كده الواحد دايما بيدور على اقل حاجه ممكن يعملها عشان نقدر نعالج الكانسر او المشكله اللي حصلت باقل بيردن او اقل مشكله تقع علينا. فخلينا بسرعه نجاوب كده على اول سؤال بيتسال، وهو اعمل العمليه، يعني اعمل لو انا مثلا خدت علاج كيماوي ما قبل العمليه، تمام، الورم كان كبير شويه، فقرر الدكتور ان هو يديني علاج كيماوي قبل العمليه، وبعدين عملت الاشعاعات او في نص الجرعات او في وات ايفر، انا في نص الجرعات او خلصت الجرعات خالص، حتى خدت الثمان جرعات بتوعي، لقيت ان الورم اختفى تماما. الدكتور جه مثلا مكان الكليبس، او حتى لو كانش عامل كليبس وكان مخطط ان هو يعمل استئصال كلي من البدايه، لقى الورم اختفى تماما. ايه الاجراء ساعتها؟ هتقول له يا دكتور طب الورم اختفى وانت عايز تشيل الثدي ليه؟ ببساطه لان اولا انا مش الورم اختفى ده بالاشعه، انا ما اقدرش ابدا احكم ان الورم اختفى غير لو انا بصيت على الورم نفسه وشفت ان نسيج الخلايا السرطانيه ده اتدمر تماما، ودي مش هقدر اعملها غير لما اعمل استئصال، سواء كان استئصال جزئي لان انا كنت حاطط في الاول كليبس او حاطط علامه ماركر عند نقطه الورم في نصه وشلت الورم كله، وبعد كده اروح محلله هشوف الورم هل الخلايا الورميه اللي هي السرطانيه اختفت تماما واتقتلت تماما ولا لسه ليها بواقي، لان حتى العامل ده بيعول عليه عامل تاني مهم اللي هو استكمال العلاج. هل هستكمل العلاج بعد كده زي مثلا بتوع الثلاثي السلبي لو خدوا العلاج كامل قبل العمليه وبعد كده عملت استئصال كامل، او عملت استئصال ولقيت لسه في بواقي للورم، بناخد الزيلودا 6 شهور. وبتوع كمان الهاي ريسك، الناس اللي هي بيبقى عندهم كانوا بياخدوا في الاول برضو علاج كيماوي وموجه ما قبل العمليه وطلع عندهم بواقي، ممكن اغير الهرسبتين او الهرسبتين والبرجيتا لدواء تاني اللي هو التي دي ام 1 اللي هو الكاتسايلا. فالعامل ده مهم جدا، انا لازم اشيل الورم. العلاج يا جماعه بتاع الاورام سواء الثدي سواء القولون سواء معظم الاورام هو الاستئصال الجراحي، وما العلاجات الاخرى الا لمساعده الاستئصال الجراحي للقضاء على الخلايا السرطانيه الاخرى اللي تكون موجود متنضوره يمين شمال كده. دي عشان كده بدي العلاج اللي هو السيستميك ثيرابي اللي هو سواء كمان علاج هرموني او كيماوي او مناعي او وات ايفر، والعلاج الاشعاعي عشان يمنع الارتداد الموضعي. يبقى دلوقتي اي واحده خدت علاج كيماوي او وات ايفر بقى، كيماوي موجه مناعي اي حاجه ما قبل العمليه، والورم حتى لو اختفى تماما، فلازم يتم عمليه الاستئصال سواء كان مخطط لها من البدايه باستئصال جزئي او استئصال كلي. طيب لو واحده عملت مثلا راحت لقت دي برضو حاله من الحالات بتحصل كتير، واحده مثلا كان الورم عندها صغير فراحت لدكتور جراحه، مثلا ممكن يكونش جراحه اورام ولا حاجه، فالورم كان صغير 2 سم ولا حاجه، هوب راح شايله كده على بعض، وقال لها ده الورم اتشال كده وعايزين خلاص كده الورم كده اتشال. هل ده كافي؟ لا طبعا. لو الورم ده طلع ورم سرطاني لازم حاجتين مهمين. لو هو هيبقى استئصال اللي هو الجزئي ده، لازم يكون طبعا الورم تم استئصاله بحواف امان مناسبه، يعني لازم يكون اتشال بحواف امان اللي هي على الاقل بتبقى من 1 مللي او 2 مللي لغايه 1 سم، لازم يتشال بحواف امان مناسبه. ولازم يكون شال غدد لمفاويه، ناس كتير تيجي شايله الورم ومش شايله الغدد الليمفاويه ليه. لازم الغدد الليمفاويه تتشال سواء بتقنيه الغده الحارسه ان انا اشيل الغدد الليمفاويه اللي هو 3 أو 4 غدد بس بعد ما احقن صبغه مشعه او احقن صبغه، او اشيل على الاقل 10 غدد لمفاويه عشان اتاكد ان مفيش انتشار الغدد الليمفاويه. وخدي بالك يا ست الكل، لو انت عندك ورم ظاهر والدكتور شاله منك من غير ما يعمل اشعه، مستحيل. ليه؟ لان ايش ضمني ان بقيه الثدي ما فيهوش كتل تانية؟ لازم يتم عمل اشعاعات سواء سونار سواء ماموجرام سواء ام ار اي اللي هو الرنين المغناطيسي على الثدي، لازم اتاكد تماما ان الثدي ما فيهوش اورام اخرى. فما اروحش مثلا كان عندي ورم ظاهر عارفه ان هو تحت ايدي، رحت لدكتور الجراحه شالهولي قال لي ده انت ده ورم سرطاني وشلناه بس كده، لا طبعا ما فيش كده. لازم يتم استكمال الاجراء. ايه هو استكمال الاجراء؟ لازم اعمل اشعاعات عشان اتاكد ان الثدي ما فيهوش اي اورام تانية، لازم يكون الورم ده اتشال بحواف امان، لازم يكون في تم تنظيف للغدد الليمفاويه، لان مش معنى ان الورم كان صغير ان ما فيش انتشار في الغدد الليمفاويه. في حالات كتير شفناها بيبقى فيها اصلا اورام في الغدد الليمفاويه بدون اصلا هنشوف حاجه في الثدي، او ورم صغير جدا
في الثدي 2 سم او اقل من 2 سم، وعامل انتشار في الغده الليمفاويه لاكتر من غده. فمش مقياس ابدا ان يكون الورم معناه ان الورم صغير انه مش منتشر للغده الليمفاويه. لازم اعمل ايميجنج، لازم اعمل اشاعات، لازم اعمل الحواف الامان، ولازم اثناء الاستئصال يا اما استخدم تقنيه الغده الحارسه في استئصال الغدد الليمفاويه في حاله ان كان الاشعاعات او الفحص الكلينيكي مش مبين ان في غدد تحت الابط. طيب لو في غدد متجمعه مكلكعه مكعوره، لا هنا لازم اعمل استئصال كامل للغدد الليمفاويه اللي هو على الاقل 10 غدد، ممكن اكتر من كده مفيش مشكله. بس ما طبعا الدكتور الجراح ما بيطلقش ايده قوي، يعني مش حلو ان انا الاقي شايل 36 و40 غده وكده، لا هو مثلا بيشيل 12 14 16 18 كده زي ما الدنيا بتيجي معاه. ولكن العدد الكبير برده مش كويس، واقل من 10 طبعا مش كويس، لانه لو حد شال اقل من 10 وما فيش مجال ان انا اخش اكمل العمليه، فده بتفضل العينه دي عندي ان هي في عندها معدلات خطوره اكتر، لاني ما قدرتش اتاكد من وضع الغدد الليمفاويه بالظبط. فساعات ممكن يبقى ده عامل ان انا اديها اشعاعي لو في حاله ان انا مش هقدر ادخلها عمليات تاني. دي الحالات المتعلقة بالجراحة. يبقى خلينا حاطين في دماغنا قاعدة مهمة جدا، ان الاستئصال الجراحي هو علاج الاورام. مفيش حاجة اسمها مفيش استئصال جراحي. الاستئصال الجراحي حتى لو ورم اختفى تماما هو العلاج الاولى لعلاج الاورام. طيب هل الاستئصال الكلي زي الاستئصال الجزئي؟ احنا قلنا الاستئصال الجزئي بيساوي الاستئصال الكلي، ما فرقش خالص ابدا في الارتجاع ولا فرق في مدة الحياة او في اي حاجة تانية، ما دمت بستخدم مع الاستئصال الجزئي الاشعاع. يبقى معادلتنا ايه؟ الاستئصال الكلي بيساوي الاستئصال الجزئي زائد العلاج الاشعاعي ما بعد الاستئصال الجزئي. هي دي تاني رول عندنا، تاني معادله عندنا تحطها بالبنط العريض. اول حاجه علاج الاورام هو الاستئصال الجراحي. تاني حاجه الاستئصال الكلي للثدي بيساوي الاستئصال الجزئي زائد الاشعاع على الثدي. طبعا في حالات بيبقى فيها استئصال كلي وبعدها اشعاع، طبعا دي لما بيكون في حالات معينه قلنا عليها قبل كده، لما يكون الورم كبير في غدد ليمفاويه اكتر من غدتين او ثلاثه او تيفر، او يكون في هاي ريسك اللي هي علامات الخطوره زي ما قلنا قبل كده، ان يكون مثلا تريبل نيجاتيف، تكون عينه صغيره، يكون الكي اي عالي، يكون الهيرت بوزيتيف مع حاجات ثانيه معقول، تكون عينه صغيره في السن، يكون في انتشارات ليمفوفاسكولار انفيجن، يكون في كابسولار انفيجن، يكون الغده الليمفاويه نفسها مش الورم جواها بس، لا ده فرقع وطلع بره، فده يخليني برضو ادي اشعاع عشان امنع اللوكال ريكارنس. طيب ليه قلنا زي ما قلنا الاستئصال الكلي بيساوي الاستئصال الجزئي زائد الاشعاع؟ مفيش واحده الاقيها عامله استئصال جزئي و ما خدتش بعديه اشعاع، الا طبعا لو في كونترا انديكيشن او في مانع رهيب ضد الاشعاع مثلا. طيب فايده الاشعاع في الاستئصال الجزئي لقوها بتعمل ايه؟ الاسئله بقى اللي انا حاططها اللي جوابها دايما مبهم. هو انا يا دكتور لو ما خدتش الاشعاعي بعد ما عملت استئصال جزئي اعمل ايه اللي هيحصل؟ الاشعاع بيقلل الاستئصال، بيقلل فرص الارتجاع على مدار العشر سنين بنسبه 50%. العلاج الاشعاعي التحفظي ما بعد الاستئصال الجزئي، بيقلل الارتجاع بنسبة 50%، ودي نسبة كبيرة جدا. طيب الاستئصال الاشعاع بعد الاستئصال الكلي لما يكون في عامل خطوره ليه فايده برضه، هي مش طبعا بنسبه 50%، بنسبه اقل، ولكن طبعا لان اصلا هنا فايدته بتبقى اصلا تكميليه، لان يعني احنا بندي كده على اللي هو ايه، احنا بنقول فور هاي ريسك من الحاجات اللي هي زياده شويه. ولكن طبعا لو في غدد ليمفاويه ايجابيه خاصه لو اكتر من 3 غدد لازم اخد اشعاع برضه، لانه بيقلل فرص الارتجاع بنسبه كبيره جدا برضه اكتر من 30%. ولكن الاستئصال الجزئي لا يلزمه بعد الاشعاع العلاج الاشعاعي التحفظي، لانه بيقلل الارتجاع على مدى 10 سنين بنسبه 50%، ودي نسبه كبيره جدا. طيب نيجي بعد كده للعلاج الكيماوي. العلاج الكيماوي التحفظي اللي هو ما بعد الجراحه من جاب فايده في مرضين من الاورام السرطانيه، وهو اورام الثدي واورام القولون. اعلى فائده من العلاج الكيماوي التحفظي تم تحقيقها في العلاج التحفظي لسرطان الثدي ما بعد العمليه وسرطان القولون ما بعد العمليه. في سرطان الثدي العلاج الكيماوي افريج كده بيقلل الارتجاع على مده 10 سنين بنسبه من 35 ممكن توصل لغايه 60% في المراحل المبكره، ولكن الافريج ممكن نقول ان هو بيقلل الارتجاع بنسبه 35%، ودي نسبه كبيره جدا وفائدته حلوه جدا. بالنسبه للمراحل المبكره، كل ما كانت المرحله مبكره طبعا كل ما كان الاستجابه احسن، وكل ما كان فايده العلاج اكتر، ممكن يقلل كمان لغايه حوالي 60% من فرص الارتجاع.
العلاج الهرموني برضو مع العلاج الكيماوي قللوا الارتجاع بنسبة 50% تقريبا. والعلاج الهرموني سواء 5 سنين أو 10 سنين برضو اكستندد من 5 سنين ل10 سنين، لقوا إن هو بيقلل الارتجاع. وكل الحاجات اللي بتقلل الارتجاع دي بتزود السرفايفل، بتزود معدلات الحياة للمرضى، وبتزود كمان منع الانتشار ومنع الارتجاع. يبقى دلوقتي في فايده كبيره من العلاج الاشعاعي بعد العمليه التحفظيه او ما بعد العمليه الاستئصال الكلي في حالات معينه زي ما قلناها. في فايده كبيره من العلاج الكيماوي، في فايده كبيره من العلاج الهرموني لو الهرمونات ايجابيه، يبقى في فايده كبيره من العلاج الهرموني سواء 5 سنين في الحالات العاديه المراحل المبكره، او 10 سنين في المراحل اللي عندها هاي ريسك او عندها ممكن مشاكل تانية زي برضو يكون الورم كان كبير، يكون الغدد الليمفاويه ايجابيه واكتر من 3 كمان. برضو ده بيخلي ان احرص ان احنا نمد عمليه العلاج التحفظي الهرموني. طب العلاج الموجه الهيرسبتين ليه فايده كبيره جدا لو خدناه مده سنه. العلاج التحفظي 17 او 18 جلسه لمده سنه، لقوا ان هو بيقلل الارتجاع بنسبه برضو تتخطى 30% وقد تصل في بعض الحالات الى 50%. فليه فايده كبيره جدا من استخدامه مع العلاج التحفظي لو الهيرتو ايجابي. فهنا بيساعد كتير في منع الارتجاع، منع الانتشار، ويزود من مده حياه المرضى بنسبه كبيره ان شاء الله. يبقى كده احنا اتفقنا ان مفيش اي علاج بتاخديه الا لو فيه ليه فايده، ما عدا الرولز. يعني الرولز بتقول ان اول حاجه لازم لازم الاستئصال الجراحي في حالات الاورام. تاني حاجه بتقول ان لو استأصلنا جزئي لازم يبقى فيه علاج اشعاعي. بعد كده العلاج الكيماوي يعني ليه فايده زي ما قلنا طبعا، لو ما خدناهوش بتبقى للاسف طبعا فرصه الارتجاع اكبر، ولكن برضو من الايه من الحاجات اللي بتختلف من مرحله للتانيه. ممكن واحده ما يكونش ليها علاج كيماوي خالص لو هي مرحله مبكره جدا، علاج مثلا الهرمونات ايجابيه، الهيرتو نيجاتيف، الكي اي لو، هي كبيره في السن، الحاجات دي كلها ساعتها بتبقى فايده العلاج الكيماوي قليله. يعني خدوا بالكم الناس اللي ما بتاخدش علاج كيماوي اللي هي بتبقى مرحله مبكره وكبيره في السن، ليه بنقول لهم روحوا اعملوا تحليل جينات، اللي هو تحليل اللي هو الارتجاع، اللي هو الماما برنت او الاونكوتايب دي اكس. التحليل ده هو تحليل جيني من كذا جين، بيبين اذا كان فرص الارتجاع عند المريضه دي كبير ولا صغير. فلو كان فرص الارتجاع قليله، هنا بيبقى استفادتها من العلاج الكيماوي لمنع الارتجاع او منع الانتشار بتبقى قليله، فمبيبقاش في داعي ان انا اديها كيماوي، وهي دي الفكره. اما لو عينه صغيره في السن او عندها ريسك فاكتور اللي هي عوامل الخطوره، او عملت التحليل ده وطلع ان عوامل الارتجاع عندها زياده، السكور بتاعها عالي في التحليلات دي على مختلف انواعها، فبيكون هنا فاستفادتها من الكيماوي كبيره. استفادتها من الكيماوي من حيث ايه؟ منع الارتجاع، منع الانتشار، بيزود في فتره حياه المريض. فعشان كده دايما لما احنا بنوصف لك علاج، او الدكتور الطبيب المعالج بيوصف لك علاج، دايما بيبقى قصده ان هو عايز يفيدك، عايز يقلل من فرص الارتجاع، فرص الانتشار، عايز لك اكبر مده ان شاء الله تعيشيها في رخاء وصحه جيده بعيد عن اي مرض او اي ارتجاع او اي قلق. فكل الحاجات اللي احنا كتبناها دي ليها فايده لو انديكيتد. يعني ادام المستقبلات الهرمونات قويه يبقى عايزه علاج هرموني تحفظي، لو الهير2 بوزيتيف يبقى انت عايزه علاج موجه تحفظي، لو في ريسك فاكتورز كتير ونوت بوزيتيف وما اعرفش يبقى انت عايزه محتاجه علاج كيماوي تحفظي، لو انت عملت استئصال جزئي عادي يبقى لازم علاج اشعاعي تحفظي، لو عامله استئصال كلي وفي ريسك فاكتورز برضو اللي هي عوامل الخطوره زي نوت بوزيتيف زي الغده الليمفاويه الايجابيه او المراره كان كبير او شويه العوامل الثانيه، يبقى برضو انت محتاجه علاج اشعاعي تحفظي يساعدك. ودايما احنا بنقول ان العلاج الجراحي، الاستئصال الجراحي هو علاج الاورام الاساسي. يبقى احنا كده جاوبنا على كل الاسئله المتعلقه بموضوع ايه العلاج اللي انا المفروض اخده في التحفظي، المفروض اخده في اورام الثدي، وهل كل خطوه من خطوات العلاج دي ليها فايده ولا لا. اشوفكم على خير ان شاء الله في مره جديده.